السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعام سعيد عليكم، كل سنة وانتم طيبين. يا رب يكون سنة سعيدة عليكم يا رب العالمين. طبعا هنسمي الله وهنصلي على الرسول كده، وهنعمل مع بعض أحلى حاجة مع بعض. طبعا هنعمل ايه زي ما انتم شايفين كده؟ اللهم بارك. هنعمل ايه؟ هنعمل زي ما انتم شايفين الجمال ده، عملناه في ثواني. ما شاء الله اللهم بارك كده، يعني خلطة بيضة بالصلصة، مش قادرة اقول لكم على جمالها. هنبتدي السنة الجديدة معاكم خلطبيطة بالصلصة. وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسناش طبعا باللايك والاشتراك، تفعلوا الجرس كده عشان يوصلك كل جديد انا وبناتي. طبعا كنت بوريكم هنا الخضار معايا. طبعا الخضار المتوفر عندك هتعمليه وهتضيفيه، بس هي الصراحة انا عملتها بجزر وكوسة وبتنجان وبطاطس وطماطم، وكانت معايا جميلة جدا جدا. طبعا اكيد عارفين كلكم خلطبيطة بالصلصة، وعارفين الكرتون بتاع طباخ الفار الطباخ طبعا يعني عملها، فاحنا ايه بنقلده وبنعملها زيه. تمام. طبعا الاطفال بيحبوها جدا جدا، يعني عايزه اقول لكم كانت جميله يعني بمنتهى الجمال بصراحه. جبت هنا طبعا الجزر زي ما انتم شفتوا كده، بقطعه طرنشات تكون رقيقه بالشكل ده، ولو عندك القطاعه ممكن تقطعي بيها. المهم ان تبقى ايه طرنشات، يعني مش تخينه قوي مش سميكه، تكون رقيقه اهو بالشكل ده. برضو الكوسه نفس النظام. عايزه اقول لكم بقى اكله مغذيه ومفيده فيها كل الخضروات يعني. شوف بقى عيالك لو مش بياكلوا نوع خضار هياكلوها وهيفرحوا بيها جدا لما يعرفوا ان هي خلطبيطه بالصلصه، يعني هيحبوها جدا. كانت جميله قوي بصراحه. والبتنجان نفس القصه كده، هقطعه برضو شرايح كده اهو. شرايح زي ما انتم شايفين كده، على قد ما نقدر نخليها رقيقه مش تخينه أوي ولا برضو رقيقه أو قوي. يعني نخليها ايه متماسكه شويه يعني، مش نفس زي ما انتم شايفين كده بالطريقه دي. والبطاطس نفس القصة. طبعا جايبة كل الخضار زي ما انتم شايفين. البطاطس جبتها ان هي صغيرة علشان تبقى الشرايح كلها ايه متناسقة مع بعضها، يعني كده تبقى يعني ايه مقربة لبعضها في الحجم. برضو الطماطم نفس القصة، اقطعها بالشكل ده. وطبعا كل واحد بيعملها بطريقته، احنا بنعملها بطريقتنا، وفي ناس برضو بيعملوها بطريقة. كل واحد ليه طريقة بصراحة وكل واحد يعني ليه طريقته فيها، والتوابل اللي بيحب يحطها بيضيفها وكده. كنت بوريكم هنا طبعا قطعت الخضار، وهكمل بقى بقية الخضار معايا مع يعني لوحدي كده عشان ما اطولش على الفيديو. هقطعه كله بنفس الطريقة اللي شفتوها. بس عندي اللي ايه منها وبنقطع، حط حلة كده وحطينا عليها 4 فصوص من التوم اهو. وهكمل عليها كمان طماطم. زي ما شفتوا انا قطعت الكوسة وقطعت البطاطس وقطعت الجزر والبتنجان والطماطم بالشكل ده. وحطيت بقى في الحلة زي ما انتم شايفين الحاجات اللي طلعت منها، وحطيت عليها طماطم وبصلاية اهو بالشكل ده. كانت جميلة جدا، حلوة قوي، ومش قادرة اقول لكم بقى يعني بسم الله ما شاء الله الاطفال بيحبوها جدا. حطيت قرن فلفل حار طبعا، حابة تحطي ضيفيه مش حابة خلاص ممكن تحطي بارد. انا حطيت بصراحة نص الفلفل كده حار، حطيت نص قرن. وهنا التوابل كنت بوريها لكم، فلفل اسمر وبابريكا ومعلقة سكر ومعلقة ملح ومعلقة من السبع بهارات ومعلقة كمون صغير، وحطيت واحدة من الماجي. وطبعا عندي كده كيس من صلصة الطماطم اهو. هحط كده كيس من معجون الطماطم كده، هفضيه عليهم برضو. واحط لها كوباية مية واحطها على نار يعني مش عالية قوي، النار متوسط. خلاص. وهسيبها كده على النار. وتعالوا بقى هنشوف هنعمل ايه. هنا كنت بقول لكم ان انا هحطها هنا، كانت استوت بقى معايا ما شاء الله. كانت ريحتها مش قادره اقول لكم يعني ما شاء الله اللهم بارك. الثوم مع الجزر مع مع البطاطس مع القوطه مع الحاجات الطماطم اللي حطيناها وكل الحاجات والتوابل والصلصه، كانت مديه ريحه مش قادره اقول لكم. طبعا زي ما قلت معلقه السكر بتعدل طبعا من طعم الطماطم شويه فيها، بتخليها يعني طعمها حلو بصراحه. زي ما انتم شايفين اهو، ضربتها في الخلاط بعد ما خلصت، يعني بعد ما استوت ضربتها في الخلاط. ونزلت كده بشوية حلوين كده في قلب الصينية. وهنرص بقى الخضار بتاعنا عليها. هرص بقى ايه، هشكل كده من كل واحدة واحدة، يعني من كل واحدة كده هنشكل، يعني نحط واحدة جزراية، واحدة بتنجانية، واحدة كوساية، واحدة بطاطساية، واحدة طماطماية. وبنفس الطريقة هنعمل كل الصينية بالشكل ده. طريقتها سهلة جدا وطعمها حكاية بصراحة.
وريحتها كانت قلب الدنيا بصراحة ربنا. طبعا لو وصل معايا حد هنا ما ينسناش باللايك، وما ينسناش طبعا بكومنت حلو كده ودعوة حلوة من قلوبكم في السنة الجميلة دي. تعود عليكم بالخير يا رب، وتكون سنة سعيدة علينا أجمعين، وتكون يا رب كل نفسه في حاجة ربنا يحققها له يا رب. وبتمنى كل الخير والله لينا أجمعين يا رب العالمين. اخواتي من جوا مصر ومن برا مصر، كل سنة وانتم طيبين. هقول لكم كده ان انا هكمل بقى بقيه الرص مع نفسي. بصوا اما رصيتها بقى، بصوا ما شاء الله شكلها عامل ازاي، جميله حلوه قوي، وما شاء الله في ثواني رصيتها زي ما شايفين كده. زي ما قلت بنشكل طبعا، دي اخر شويه كده فاضوا معايا كده. طبعا مش فاضوا، انا بخلي شويه كده في الاخر احط عليهم شويه من الزيت اهو بالشكل ده. طبعا هي طماطم والحاجات دي هتسوي كل الخضار، بس انا هحط الشويه دول بصراحه على الوش عشان يشربوا برضو، اللي على الوش يشرب منها. بتبقى برضو يعني ما شاء الله بتبقى حلوة قوي بصراحة. هحطهم على الوش كده بصراحة ربنا عشان يشربوا، عشان الخضار يشرب اللي على الوش كده، يشرب من الصلصة اللي احنا عملناها دي. او بصراحة يعني يشبيه للصلصة اللي احنا بنعملها للبيتزا، بس يعني مش زيها بالظبط، يعني فيها حاجات مختلفة شوية اهو بالشكل ده كده. خلاص هغطيها بقى واحطها على الفرن، في قلب الفرن على طول. طبعا لما تقولي لاولادك انا عامله لكم خلطبيطه بالصلصه، ما شاء الله عايزه اقول لكم يعملوا لك حفله في البيت. ما شاء الله بيحبوها جدا. طبعا مش شرط ان انت تغطيها بورق فويل، لو عندك غطا حله مش مشكله، ممكن تغطيها. المهم ان انت تغطيها عشان تستوي وعشان ما تنشفش معاكي في الفرن. هحطها في الفرن طبعا، هشغل الفرن من تحت واحطها في قلبي واوريها لكم لما تطلع بقى. ابصوا بقى ما شاء الله لما طلعت طبعا. ما شاء الله اللهم بارك يعني. جميلة جميلة، وكانت ريحتها مش قادرة اقول لكم على جمالها. عايزة اقول لكم والله بأمانة منتهى الجمال. بتمنى فعلا ان انتوا تجربوها، هتعجبكم جدا جدا. اولا طريقتها سهلة مش صعبة وحلوة قوي، وريحتها كانت ما شاء الله اللهم بارك قلب الدنيا، ويعني فعلا في منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين كده، حطيت طبعا كنت عاملة بصراحة ربنا بقى جنبيها رز كده حباية وحباية. هنا كنت بوريها لكم، بصوا ما شاء الله طالعة كده مع بعضها والخضار مستوي. طبعا أول ما استوت حسيت ان هي استوت، طبعا بروح عاينة من عليها الورق الفويل، بعري وشها وبخليها تاخد وش تحت الشواية. هتطلع معاها بمنتهى الجمال. كانت جميلة وطبعا فيها كل أنواع الخضار المغذي جدا للأطفال. فطبعا لو أطفالك مش بيحبوا الكوسة هياكلوها، مع لما تقولهم أنا عاملة خلطبيطة بالصلصة هياكلوها بصراحة. ما بيحبوش البطاطس هياكلوها، ما بيحبوش أي نوع خضار من الخضار هتضيفيه معاها هياكلوه، ومغذي ومفيد. وزي ما قلت الشتاء بيحب الأكل وبيحب وأكله كله ما شاء الله بيبقى مغذي ومفيد، والخضار فيه فوائد. وكمان الخضار في الشتاء بيبقى بصراحة جميل جدا وكله فوائد. كنت بوريكم هنا ان ما شاء الله مستوية اللهم بارك، وكل حاجة بوحدتها كده، وكل حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. وعملت طبعا جنبها رز حباية وحباية، حبة تاكليها بالعيش، حبة تاكليها برز ابيض، برز حباية وحباية زي ما انا عملت. اللي انت حابة بقى هتعمليه. ما شاء الله اللهم بارك جميلة قوي. وطبعا الخضار على حسب أسرتك هتعملي هتضيفي هتعملي صينية أكبر، هتضيفي يعني على حسب الأسرة هتعملي الخضار بتاعك. خلاص، وهتعملي الصلصة على قده. يعني لو صينية كبيرة هتعملي نفس الصلصة اللي أنا حطيتها. أنا حطيت حوالي كده فيها 5 قطيات، والحاجات اللي طلعت من زي ما قلت واحنا بنقطع ما رمتهاش، حطيتها برضو معاها، وبصلاية و3 فصوص توم، والتوابل بقى اللي عندك هتضيفيها. هنا كنت بوريكم بصوا ما شاء الله اللهم بارك. عادي بقى عيالك بقى واكليهم وشغلي لهم بقى ايه الفار الطباخ وانسي. هينسوا في الصينيه ما شاء الله هيفرحوا بيها جدا. بحبكم في الله جدا جدا طبعا، وبحب تعليقاتكم الجميله. واي حد عايز اي حاجه يكتب لي في التعليقات، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون سنه سعيده عليكم. وطبعا هنا كنت طبعا بدوق بنتي هنا فطومه، كانت بتقول لكم ايه حطوا اللايك، كانت عاجباها يعني دقيقتها وقالت لي جميله يا ماما، عجبتها جدا بصراحه.
عندي فطومة دي يعني قليل أول ما بتاكل الخضار، بس الصراحة كلتها ما شاء الله وعجبتها جدًا. حطوا بقى اللايك عشان خاطر فاطمة بقى. باحبكم في الله، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ومتنسوناش كده طبعًا باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من أنا وبناتي، وأي حد عايز أي حاجة اكتب لنا في التعليقات، وإحنا مكملين إن شاء الله مع بعض أنا وبناتي. وسنة طبعًا المرة الأولى والأخيرة سنة سعيدة عليكم، كل سنة وأنتم طيبين. يعني كانت حاجة سهلة وسريعة وكمان في نفس الوقت اقتصادية من غير لحوم من غير أي حاجة ومش مكلفة خالص، بشوية خضار من عندك هتعملي أحسن حاجة لعيالك، وده حاجة مفيدة ومغذية ومنتهى الجمال وحاجة جميلة بصراحة، كانت ريحتها جميلة وطعمها أجمل. يا رب يكون فيديو عجبكم، بحبكم في الله، مع السلامة يا أحلى